السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ من قناة ميزو تي في، وفيديو السبت الممتاز المعتاد بتاع كل اسبوع، واللي احنا بنطلع فيه وبنتكلم عن مباريات التوب 6 في البريمير ليج. ولكن فيديو النهارده هيختلف شوية لان توتنهام لسه ملعبش، هيلعبوا النهارده الساعة 10 قدام فولهام، فدخلنا ماتش مكان توتنهام. برضو كانت مباراة قوية، وطبعا اكيد هنتكلم عن مباراة ديربي لندن اللي كانت ما بين ارسنال وتشيلسي، وديربي الميرسي سايد اللي كان ما بين ليفربول وايفرتون، والمباراة القوية اللي كانت ما بين مانشستر سيتي وبرايتون. كل ده هنتكلم عليه اثناء الفيديو. بس نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، وبرده ما تنساش تفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. وبرده مش عايزين ننسى قبل ما نخش في الفيديو ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يرحمهم. وخلونا من غير كلام كتير نخش على الفيديو. فلو جينا نتكلم عن مباريات الاسبوع ده، فهنلاقي كل المباريات بتاعه التوب 6 كانت مباريات قويه. فلو جينا نتكلم عن ليفربول، فهنلاقيه ان هو كان بيلعب في ديربي الميرسي سايد قدام ايفرتون، وايفرتون حتى لو مستواه وحش في الموسم كله ولكن بيجي قدام ليفربول وبيكونوا فرقه تانية خالص، لان هو ده الديربي بالنسبه لهم. وعندك برده مباراه مانشستر سيتي وبرايتون، كلنا عارفين برايتون ان هم فرقه عنيده تحت قياده ديزيربي، وعملوا مباراه كويسه قدام مانشستر سيتي. وعندك طبعا ديربي لندن اللي كان ما بين ارسنال وتشيلسي، واللي احنا هنتكلم عليه كتير جدا. وبرده هنتكلم النهارده عن مباراه نيوكاسل وكريستال بالاس مكان مباراه توتنهام اللي زي ما قلت لكم لسه هتتلعب النهارده. وهنتكلم برده عن حاجات كتيره جدا عن نيوكاسل. فالواحد بصراحه مش عارف يبدا من انهي مباراه، ولكن خلونا نبدا كده بترتيب المباريات. واول مباراه اتلعبت يوم السبت وهي مباراه ليفربول وايفرتون، واللي انتهت بنتيجه 2-0 لليفربول. ويعني خلينا متفقين ان ايفرتون ما لعبوش في المباراه دي خالص، يعني ليفربول هو اللي كان مسيطر على المباراه. ايفرتون كان بيروح كده على فترات على مرمى اليسون، ولكن بتكون بسبب الهجمات المرتده. ولو جينا نتكلم عن دفاع ليفربول، فدفاع ليفربول بدا ان هو يكون متماسك شويه، ثنائيه كوناتي وفان دايك في قلب الدفاع. يعني بصراحه هم احسن الاثنين جسمانيا اقوياء جدا، فبيقدروا ان هم يخشوا في التحامات مع المهاجمين من غير اصابه. يعني انت فان دايك هو كان موجود، ولكن اللي بيكون جنبه هي دي اللي بتكون المشكله. جوميز كان اي حد بيلمسه كان بيتصاب، وكلنا عارفين ان ماتب برده ضعيفه، اي التحام قوي بيكون خلاص باصابه. ولكن كوناتي وفان دايك الاثنين كويسين في قلوب الدفاع ومتفاهمين مع بعض. ولكن كوناتي يعني اتعصب كده في الشوط الثاني شويه وكان هياخد انذار ثاني، فخرجوا كلوب على طول ونزل مكانه ماتب. وبرده كانت كويسه، يعني قدروا ان هو وفان دايك يتماسكوا شويه لحد اخر المباراه. ومحمد صلاح اللي قدر ان هو يسجل هدف عن طريق ركله جزاء في الدقيقه 75. فبرده ايفرتون قدروا ان هم يتماسكوا طول المباراه، ولكن في الدقيقه 75 ضربه جزاء اللي ارتكبها هو تاركوفسكي مدافع الفريق، وقدر منها محمد صلاح ان هو يسجل هدف. واللي برده سهل الدنيا شويه على ليفربول هو طرد اشلي يونج الباك اليمين لايفرتون في الدقيقه 37 من الشوط الاول. فدي برضو سهلت الدنيا شويه. لويس دياز كان عامل مباراه قويه على اشلي يونج، وهو اللي يعني خلاه ياخد انذار في اول المباراه، والانذار الثاني والطرد على طول برضو كان السبب فيهم هو لويس دياز اللي هو سريع. واشلي يونج كلنا عارفين ان هو عنده 37 سنه، فاللي هو بيشنكله على طول وهو مش قادر ان هو يجري وراه، فلبسه في الطرد. وقدر ليفربول ان هو يتخطى ديربي ومباراه قويه في الدقيقه 75 اول جون. فاكيد كانت مباراه صعبه، وقدر ان هو يخطف الثلاث نقط من ايفرتون. نخش بقى على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، واللي انتهت بنتيجة 2-1 لمانشستر سيتي. فلو جينا نتكلم على مانشستر سيتي، فهو اخر مباراتين في الدوري خسرهم قدام وولفرهامبتون وقدام ارسنال قبل التوقف الدولي طبعا. ومانشستر سيتي بعد غياب رودري او بعد طرد رودري يعني خلاص الفرقه كلها وقعت. وحتى بعد ما دي بروين اتصاب كلنا قلنا الفرقه هتقع، ولكن رودري هو اللي فعلا وقع الفرقه كلها. هو اللي كان بيقطع الكوره، وهو اللي كان بيطلع بالكوره للاطراف، هو اللي كان بيعمل كل حاجه. فبعد اصابه رودري يعني الفرقه كلها وقعت، ولكن قدر ان هو يفوز في المباراه دي بنتيجه 2-1. الفاريز اللي قدر ان هو يسجل هدف في الدقيقه 7، وهالاند اللي قدر ان هو يسجل الهدف في الدقيقه 19. يعني انت خلصت المباراه من الاول خالص. الهدفين المبكرين دول احبطوا لعيبه برايتون. وبرده لو جينا نتكلم عن برايتون تحت قياده ديزيربي فعاملين موسم كويس، ولكن اخر كام مباراه برده بعد طرد ستوبينيان فالفرقه برده وقعت شويه. ولكن ستوبينيان اصلا كان عامل مشاكل قبل ما يطرد في مباراه استون فيلا، سجل هدف في نفسه وعمل كذا خطا. ولكن عندك ميتوما، عندك فيركسون، لعيبه كتيره جدا مميزين، ولكن ما قدروش ان هم يخلصوا المباراه. ديزيربي عامل فرقه كويسه،
وانسو فاتي اللي قدر ان هو يسجل هدف في الدقيقه 73. فاتي بالمناسبه برضو عامل مباريات كويسه مع برايتون، ولكن محدش مركز معاه قوي، ولكن اكيد لما يسجل هدف ورا التاني على طول الناس هتركز عليه. واظن ان هو بعد ما يرجع اول ما الاعاره بتاعته تنتهي هيرجع تاني لبرشلونه وهيقدم مباريات كويسه. مباراه ما كانش فيها كلام كتير، ولكن ابرز ما فيها طبعا هو فوز مانشستر سيتي وخروجه بالثلاث نقط بسبب الصراع القوي اللي بيحصل في التوب 6 ما بينه هو وتوتنهام وارسنال وليفربول. فاهم حاجه بالنسبه له ان هو يخرج بالثلاث نقط، والاداء ده يبقى يركز عليه بعد عوده رودري. نروح بقى على ديربي لندن واللي كان بيجمع ما بين ارسنال وتشيلسي، والمباراه اللي انتهت بنتيجه 2-2. فلو جينا نتكلم عن المباراه دي، تشيلسي بصراحه قدم مباراه قويه جدا، ويعني ارسنال ما يستحقش ان هو ياخد النقطه، ولكن في النهايه قدر ان هو يتعادل. كول بالمر اللي قدر ان هو يسجل هدف عن طريق ركله جزاء في الدقيقه 15. وشفنا بعد ما الحكم كده احتسب ركله الجزاء، ستيرلينج راح يتكلم مع بالمر عشان عايز هو اللي يشوط، ولكن شفنا قوه شخصيه من بالمر وقال له لا انا اللي هشوطه. فعلا قدر ان هو يسجل الهدف الاول، ويعني معنويات الفرقه عليت شويه. وفي الدقيقه 48 مدرك قدر ان هو يسجل الهدف الثاني. ولو جينا نتكلم عن مدرك شويه، فهو اخر 3 أو 4 مباريات من ساعه ما بوتيتينو اداله يعني كلاعب اساسي بيبدا في كل مباراه وهو عامل اداء كويس، مسجل 3 أهداف ويسجل قدام ارسنال وعامل اداء كويس، وقدر ان انت تخرج من الشوط الاول بنتيجه 2-0 ومرتاح. ولكن في الشوط الثاني يعني بعد سوء حظ وفرص ضايعه لتشيلسي كتيره جدا، قدر ديكلان رايس ان هو يسجل الهدف الاول في الدقيقه 77 ويقلص الفارق، وخلاص في الدقيقه 84 تروسارد قدر ان هو يسجل هدف التعادل. ولو جينا نتكلم عن تروسارد شويه، فهو بصراحه عامل مباريات كويسه مع ارسنال، وبصراحه مش فاهم هو ليه ما بيبداش اساسي. يعني انا بالنسبه لي تروسارد افيد من جابرييل خيسوس في منظومه ارسنال دلوقتي، ولو بدا هيكون افيد من جابرييل خيسوس. ممكن تخلي جابرييل خيسوس هو اللاعب الاحتياطي اللي بينزل لك من على الدكه، ولكن هو معتمد على تروسارد كلاعب دكه وبينزل في المباراه، وفعلا تروسارد بيقدر ان هو يسجل الهدف بعد ما بينزل من على الدكه. وممكن تكون دي افكار داخل دماغ ارتيتا، ولكن المباراه كانت قويه بالنسبه لتشيلسي، واظن ان تشيلسي في المباريات الجايه هيقدر ان هو يحسم الثلاث نقط بكل سهوله، مش زي بدايه الموسم كنا يعني بنتعب عقبال ما بنجيب الثلاث نقط. نخش بقى على المباراه اللي ما فيهاش كلام كتير، وهي مباراه مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد، واللي انتهت بنتيجه 2-1 لمانشستر يونايتد. مباراه يعني قدر مانشستر يونايتد ان هو يفوز فيها، ولكن يعني زي ما انا كنت بقول لكم على تشيلسي ان هم يعني مباريات بتكون سهله ومش محتاجه، ولكن بنطلع بالثلاث نقط بالعافيه. فهو نفس الكلام ده بينطبق على مانشستر يونايتد دلوقتي. المباراه بتقدر ان انت تخلصها بصعوبه وبتصعب المباراه على نفسك. في الدقيقه 28 مكتوميني قدر ان هو يسجل الهدف الاول لتاني مباراه على التوالي. في مباراتين مكتوميني بيقدر ان هو يسجل 3 أهداف وعمل اداء كويس في نص ملعب مانشستر يونايتد. ولكن في الدقيقه 34 قدر شيفيلد ان هو يسجل هدف التعادل، وتصبح المباراه بنتيجه 1-1 لحد الدقيقه 77 لما دالوت بيسجل هدف رائع جدا من تسديده حلوه جدا، وبيقدر ان هو يخرج بالثلاث نقط، ولكن زي ما قلت لكم بالعافيه. ودفاع مانشستر يونايتد يعني ما فيش خالص، يعني ماجواير وايفنس وليندلوف الثلاثه بيلعبوا مع بعض في قلب الدفاع، والثلاثه عاملين كوارث مع بعض. يعني انت ايفنس ده اصلا يعني بيبقى عايز توك توك عشان يجري ورا المهاجم، وماجواير كلنا عارفينه، وليندلوف هو اللي يعتبر يعني شوف بقى لما ليندلوف يكون هو اللي ماسك يعني الدفاع كله، فاكيد بيكون في ثغره. وان شاء الله بعد رجوع رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز اكيد هما اللي هيكونوا اساسيين. وطبعا دالو قدر ان هو يسجل الهدف بعد ضياع الكلين شيت، ولكن قدر ان هو يسجل هدف ومانشستر يونايتد يخرج بالثلاث نقط. نخش بقى على المباراة اللي دخلت مكان توتنهام، وهي مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس، واللي انتهت بنتيجة 4-0 لنيوكاسل. وبصراحة نيوكاسل أداؤه يعني بيحرجنا، واللي هو يعني لازم نتكلم عن نيوكاسل في السبت الممتاز. يعني حتى بعد ما نتكلم عن توتنهام في الأسبوع اللي جاي لازم يكون معانا نيوكاسل، وفي برضو مباراة تانية هنتكلم عليها بعد المباراة دي، ولكن خلينا نتكلم عن نيوكاسل شوية. نيوكاسل مشروع كويس، وبدأ يعني مع طبعا صندوق الاستثمار السعودي، وبدأوا ان هو يجيبوا نيمار ويجيبوا ميسي ويجيبوا كريستيانو ومبابي ويعملوا
تجميعة بيس اللي احنا كنا بنعملها دي لا، هم جابوا مدرب اصلا كان بقاله سنه في البيت ما بيدربش، وهو ايدي هاو، ويعني اعتمدوا عليه وجابوا له اللعيبه اللي هو عايزها. تونالي اللي هم قدروا يجيبوه في اول الموسم، ايزاك في اول موسم ليهم مع صندوق الاستثمار السعودي، وبرده برونو جيمارايش ولاعيبه كتيره جدا، وقدر ان هم يعملوا يعني توليفه قويه باللعيبه دي. ما جابوش بقى اللعيبه اللي انا قلت لكم عليها وبقى يجيبوا لعيبه خارقه ويجيبوا مدرب خارق وكده، لا هم جابوا يعني لعيبه متوسطه وقدروا ان هم يوصلوا بيهم للبيك. يعني مين كان يتوقع ان نيوكاسل يكون في المركز الرابع ويشارك في التشامبيونز ليج الموسم اللي فات، لان هو اصلا الموسم اللي قبليه كان خلاص يعني هيهبط، ولكن في الموسم اللي فات في المركز الرابع مع مانشستر سيتي وارسنال ومانشستر يونايتد لما يكون معاهم نيوكاسل، وفي فرق تانية قويه بتكون في المركز الرابع ده. يعني ليفربول كان بره وتشيلسي كان بره، فبصراحه نيوكاسل فرقه قويه جدا، ومش بعيد اتوقع ان هم يكونوا في المركز الثاني او الثالث. بدايتهم في الموسم ده كانت رخمه شويه، كانوا يعني لعبوا ضد ليفربول ولعبوا ضد مانشستر سيتي، عشان كده في الاول يعني ادائهم ونتائجهم كانت قليله، ولكن في المباريات دي شفناهم كسبوا شيفيلد 8 وكسبوا كريستال بالاس 4، وكلنا عارفين ان كريستال بالاس من الفرق الرخمه اللي هي بتركن بقى ورا وبتلعب على الهجمه المرتده وممكن تخطف منك الفوز، ولكن قدروا ان هم يخلصوا المباراه بنتيجه 4-0. قدر ان هو يسجل هدف، وجوردون في الدقيقه 44 ولونجستاف في الدقيقه 47، وويلسون اللي يعتبر بيسجل هدف كل مباراه او كل مباراه، ولكن بيكون ليه بصمه اذا كان باسيست او بهدف، واللي قدر يسجل هدف في الدقيقه 66، ونيوكاسل بيخرج بالثلاث نقط. واخر مباراه معانا وعضو جديد معانا في السبت الممتاز وهو استون فيلا، واللي كان بيلعب ضد ويست هام، ومباراه اللي انتهت بنتيجه 4-1 لاستون فيلا. وويست هام في اول الموسم كان عامل مباريات كويسه في البدايه خالص، ولكن مستواه بدا ان هو يقع شويه، ولكن استون فيلا تحت قياده ايمري عامل مباريات كويسه، وبالذات على ملعبه في الفيلا بارك بيقدر ان هو يفوز على فريق عنيد زي ويست هام بنتيجه 4-1. دوكلاس لويز اللي بيقدر ان هو يسجل هدفين في الدقيقه 30 وفي الدقيقه 52. واتكنز اللي برده رجع لمستواه وبعد الهاتريك اللي سجله قدام برايتون قدر ان هو يسجل هدف كمان قدام ويست هام في الدقيقه 74. واخر هدف من بيلي في الدقيقه 89. وبصراحه استون فيلا عاملين اداء كويس جدا، وعندهم توليفه في الدفاع برده قويه، باو توريس ودييجو كارلوس ولوكاس دين وماتي كاش. الاربعه دول مع بعض او الخمسه دول لما بيكونوا مع بعض بيعملوا اداء كويس جدا. وبرده مش عايزين ننسى كونسا، هو لعب بماتي كاش ولوكاس دين وكونسا وباو توريس، الاربعه دول برده اقوياء جدا في خط الدفاع. ويعني ماتي كاش اللي بيتقدم كتير جدا يعتبر بيلعب كوينج شمال مش كباك شمال، وعامل برضو اداء كويس. وديابي وواتكنز الاثنين اللي يعني مع بعض في راس الحربه، وديابي اللي بيسقط تحت واتكنز هو اللي بيخش كراس حربه صريح. فبصراحه التوليفه اللي عاملها برضو يوناي ايمري مع استون فيلا توليفه قويه. ويعني الفرقتين اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده نيوكاسل واستون فيلا، الاثنين فرقتين عاجبني جدا تحت قياده ايدي هاو بالنسبه لنيوكاسل، وتحت قياده يوناي ايمري وهما طبعا استون فيلا. وبس كده، هي دي كانت المباريات اللي معانا في فيديو النهارده. فيا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا ما تنسوش الهدف بتاعنا وهو ان احنا نوصل لل 500 سبسكرايبر قبل نهايه السنه، وان شاء الله نقدر ان احنا نوصل للرقم ده. فزي ما قلت لك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك، وبرده يا ريت تعمل شير وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو على طول يوصلك اشعار. وقابلكم الاسبوع الجاي او قابلكم الفيديو الجاي. سلام.